وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بوصفة جديدة. بتمنى تكونوا جميعا بخير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم رح نعمل الفخاد المشوي بالفرن بطعمة وتتبيلة رائعة وطريقة شوي مثل طريقة شوي المحلات، الكل رح يستغرب منها. أكيد رح نستعمل نصف كوب من اللبن لكيلو ونصف من الفخاد. حضيف عليهم ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم، ملعقة ونصف من دبس الرمان، نصف كوب من الزيت النباتي، ملح حسب الرغبة، زنجبيل رشة 7 بهارات، رشة كركم، ملعقة ونصف من بهار الدجاج، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة ونصف كزبرة يابسة، 2 حصوص من الثوم، نخلط المكونات. متابعيني إن كنتم أول مرة بتشوفوا قناة فيا ريت تضغطوا زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة وتعطونا رأيكم بالتعليقات. أنا هون الدجاج بغسله كتير منيح، بنقعه بالخل لساعة، برجع بغسله وبنضفه. أنا هون غسلت الفخاد وقطعتهم بهذه الطريقة، جرحتهم بالسكين. الطريقة لناخد لون كتير حلو للفخاد وقت الشوي بطريقة مظبوطة وناجحة 100%، إنه لازم نفتح الجلدة بهذه الطريقة. بحط التتبيلة جوات الفخاد وبفردها هيك بتشرب الفخاد كل التتبيلة اللي عاملينها، وبتعطينا لون كتير حلو وقت الشوي. بعمل كل الفخاد بهيدي الطريقة، بحطهم بقلب التتبيلة، بقلبهم شوي، وكل نصف ساعة أو ساعة بحركهم كرمال يتشربوا التتبيلة من كافة الجهات. لكن بطريقة إنه نحط التتبيلة تحت الجلدة تضمني 100% إنه الفخاد رح تطلع طعمتها طيبة ومتشربة. أنا بحب أعمل الفخاد بالصينية، بغطي الصينية وبحطهم أول شي على الغاز، بس أضمن استواء الفخاد 3/4 الاستواء. بحمل الفرن من فوق ومن تحت وبدخل صينية الفخاد على الفرن بدون مغطيها كرمال بس نحملها ونشويها من فوق ومن تحت، وبتنشف التتبيلة معنا. كرمال الصينية ما في داعي نحط لها زيت أو شي، لأنه التتبيلة فيها كمية زيت منيحة، بس يكون عنا كمية زيت كتير بغير من طعمتها. مثل ما قلنا نستويها 3/4 الاستواء على الغاز وهي مغطاية، بنرجع نفوتها على الفرن حامي من فوق ومن تحت. ما بتاخد معنا الثلث ساعة وبيطلع عنا الفخاد بلون أحمر وبجنن ومستوية 100%. مجرد ما تمسكوا العظم رح ينزل اللحم منها. وتقدموها بالطريقة اللي بتحبوها، جنب بطاطا، سلطة، مخلل أو أي شي. وصحتين وهنا. بتمنى تجربوا هيدي الوصفة وتعجبكم وتعطوني رأيكم بالتعليقات. لا تنسوني من ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد، بأمان الله وإلى اللقاء.